أهلاً ومرحباً بكم في تحليلنا لمواجهة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية ألمانيا ضد البرتغال. مباراة يعني ما كانتش مجرد مباراة عادية أبداً. لا طبعا، كانت فصل جديد في تاريخ طويل بينهم، وشفنا فيها انقلاب كبير في الموازين. بالظبط، المصادر اللي معانا بتوضح إن التاريخ كان في صف ألمانيا بشكل واضح، 11 فوز مقابل 3 بس للبرتغال قبل الماتش ده. وكمان فكرة إن البرتغال ما فازتش على ألمانيا في بطولة كبيرة من 25 سنة، من أيام يورو 2000 وهاتريك سيرجيو كونسيساو الأب. صحيح، و5 هزائم ورا بعض في البطولات الكبرى ضد ألمانيا، يعني كان في، خلينا نقول، عقدة تاريخية. تماماً، عشان كده فوز البرتغال 2-1 المرة دي ده مش بس تأهل للنهائي، ده كسر حاجز نفسي كبير جدا، ربع قرن. القدرة على تجاوز الماضي دي كانت عامل حاسم. طيب الشوط الأول كان شكله مختلف شوية مش كده؟ ألمانيا كانت مسيطرة؟ خصوصا إنهم بيلعبوا على أرضهم. استحواذ وصل تقريبا 60%، 7 تسديدات، 4 منهم كانوا على المرمى، يعني ضغط واضح. بس الفرص ضاعت، يعني فرصة فولتمادا دي لو مش ديوجو كوستا وتصدير رائع كانت ممكن تغير شكل الماتش بدري. بالظبط، كوستا كان نجم الشوط الأول بدون منازع، وهنا المفارقة، ألمانيا سيطرت، بس يعني ما ترجمتش ده الأهداف. صمود دفاع البرتغال وتألق كوستا خلاهم في الماتش. وده ممكن يكون زرع شوية قلق عند الألمان وأدى أمل للبرتغاليين، فرصة ضاعت على ألمانيا. أكيد. وبعدين جيجي الشوط الثاني والدقيقة 48، هدف فلوريان فيرتس بعد تمريرة كيميش اللي كانت مباراته المئوية. اللحظة دي كانت غريبة، احتفال ألماني وبعدين جدل كبير، البرتغال احتجت جامد. صحيح، قالوا في خطأ من فولتمادا على روبن دياز ويمكن تسلل كمان. الحكم راح للفار وفي الآخر حسب الهدف. وشفنا غضب برناردو سيلفا وتصريحه إن الحكم ما يعرفش القواعد، دي كانت لحظة مشحونة جدا. ودي كانت يعني نقطة التحول الحقيقية. الغريب بقى إن الهدف ده أثر سلباً على ألمانيا نفسها. إزاي؟ كيميتش نفسه قال توقفنا عن اللعب. جوريتسكا قال التقدم خلانا نلعب بشجاعة أقل. كأنهم ارتاحوا زيادة عن اللزوم أو خافوا يخسروا التقدم ده. وفي المقابل الهدف ده والشعور بالظلم يمكن ولع الدنيا عند البرتغال، صحاهم. بالظبط، وهنا بقى دور روبرتو مارتينيز. تغييراته كانت ممتازة. دخل فرانسيسكو كونسيساو فيتينيا نيلسون سيميدو. التغييرات دي ضخت روح جديدة للفريق، فيتينيا تحديداً عمل فرق كبير في النص. أكيد، الفريق كله شكله اتغير، بقى أشرس. الاستحواذ رجع للنص تقريباً 50%، وسددوا 13 مرة زيادة في الشوط الثاني. الضغط العالي بقى فعال جداً. والنتيجة ما تأخرتش، دقيقة 63 كونسيساو الابن بعد ما نزل ب5 دقايق بس يسجل هدف تعادل رائع، تسديدة قوية جداً. يا لها من لحظة، الابن يسجل في ألمانيا زي الأب من 25 سنة، وخد رجل المباراة كمان، يستاهلها بصراحة. وبعدها ب5 دقايق بس الدقيقة 68 العودة اكتملت. نونو مينديز اللي كان رائع الشوط الثاني، عرضية متقنة وكريستيانو رونالدو بالراس، هدف الفوز 2-1 للبرتغال. في أقل من 10 دقايق البرتغال قلبت الماتش، تمام؟ طيب ده يخلينا نسأل، إيه اللي حصل لألمانيا؟ ليه الانهيار ده بعد ما كانوا متقدمين؟ ناجلسمان نفسه كان صريح جدا، قال إن دي أسوأ مباراة في 18 شهر، وإن الفريق ما كانش عنده 100% طاقة ونشاط. هل ده سبب كافي؟ أعتقد الموضوع مركب، فيه العامل النفسي التراجع الغريب ده، وفيه نقص الطاقة البدنية أو الذهنية، وكمان بصراحة الدفاع الألماني بدأ ضعيف تحت الضغط البرتغالي المتزايد، مع إن تير شتيجن حاول. والأرقام كمان بتدعم ده، إحصائية الأهداف المتوقعة XG. فرق كبير، 2.92 للبرتغال مقابل 1.11 لألمانيا. ده بيوضح إن فوز البرتغال كان مستحق بناء على جودة الفرص. يعني لو هنلخص، فوز البرتغال كان نتيجة كسر الحاجز النفسي، إدارة فنية ذكية جدا من مارتينيز، رد فعل قوي بعد الهدف الجدلي، وتألق فردي واضح. تمام. وهزيمة ألمانيا بتكشف مشكلة أعمق، مشكلة في التعامل مع التقدم، نقص الطاقة، وعدم القدرة على التكيف. رسالة قوية ليهم. فوز البرتغال بيدي دفعة ثقة لجيل جديد مؤثر عندهم، وخسارة ألمانيا بتفكرهم بنقاط ضعف محتاجة علاج، خاصة الجانب النفسي ده. صحيح، الرضا عن النفس
بعد التقدم ده ممكن يكون قاتل في المستويات دي. وده بيخلينا نفكر في النهاية سؤال يمكن مهم للمباريات الكبيرة اللي زي دي: هل الزخم النفسي والتكتيك الذكي في اللحظة الحاسمة ممكن يتغلب على سيطرة ميدانية في البداية أو حتى على ثقة للتاريخ نفسه؟ سؤال مفتوح للتأمل.